ازيكم. طبعا في الفيديو اللي فات شرحنا وعملنا اليوزر انترفيس لنايك من الصفر، اذا كان من التصميم او الانيميشن. فانت لو لسه ما شفتش الجزء الاول هيظهر لك في الشريط اللي فوق، وطبعا يستحسن انت تبدا بيه. انما في الفيديو ده هنشرح ازاي يتحرك الكورسور زي ما انت شايف قدامك دلوقتي، وازاي حطينا الفيديو جوه الايفون وضفنا له 3 دي انيميشن. طبعا الجزء دوت يعتبر اخف بكتير من الجزء اللي فات، فما تنساش اللايك والاشتراك، ويلا بينا نبدا. طبعا لما نيجي نرجع للكومبوزيشن اللي فات، هنيجي نشوف هنا بعد ما عمل سكرول هتلاقي نزل بالمنظر ده، وعمل كليك على الويدجت وتغير شكلها بالمنظر ده. وبعد كده هتلاقي هنا الكورسور بدأ يتحرك ويلف وطلع بره. فعلشان نعمل الكلام ده، طبعا دوت اللي احنا عملناه في الفيديو اللي فات، وعلشان نسهل على نفسنا حركة الكورسور بما اننا هنحركه اكتر من مرة، هتعلم عليها وتيجي عند الكفرم الأخرانية دي وتدوس كنترول شيفت دي. بعد كده تدوس حرف اليو تشيل الكفرم القديمة، وبعد كده هتعمل كفرم جديدة وتطلع قدام شوية بالشكل ده، وهتاخد الكورسور وهتنزلها تحت هنا. وطبعا هتدوس حرف الجي عشان نطلع البين تول ونسحب الكفرم بالمنظر ده، بحيث لما نيجي نشغل تاني هتلاقيه بيتحرك معانا بالمنظر ده. طبعا عنا مع الكيفريم هندوس F9 عشان يتعمل له ايز نخش على الجراف اديتور نعلم عليهم ونرجعه لورا بالمنظر ده. طبعا احنا عايزينها اول ما يقرب الكورس دوت يعمل كليك على طول، فهنيجي هنا وعلشان ما نخفيش البوزيشن لما نيجي نطلع السكيل تدوس شيفت اس. هتعمل هنا كيفريم اول ما يقرب هيظهر بالشكل ده، ممكن نخليه 90. وبعد كده هنعمل كوبي للكيفريم الاولانيه ونوديها هنا. طبعا انت ممكن تعلم عليهم وتدوس الت وتوسع ما بينهم بالشكل ده. طبعا دلوقتي احنا عايزين اول ما يبدأ يضغط الويدجت دوت يتغير مكانه ويتغير شكله عموما، فاحنا هنعلم عليه بالمنظر ده وهننزل تحت نشوف مكانه اهو، لقيناه تحت خالص. طبعا قبل ما يطلع هتواجهك مشكلة ان هو اول ما يتحرك هتلاقي نزل تحتهم خالص، فاحنا طبعا لازم نتأكد من ترتيبها في اللايرات. طبعا تطلعها فوقهم بالشكل ده، وبعد كده يبدأ الشغل. هتيجي هنا عند الشيب وتكتب في السيرش سايز. طبعا دي أول حاجة، دي اللي عامل لها كي فريم. وبعد كده هنيجي عند البوزيشن نعمل لها هي كمان كي فريم، وهنيجي برضو عند السكيل ونعمل لها برضو كي فريم. دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ طبعا الكورسور لما صغر المفروض يعمل كليك على الويدجت، بحيث لما نيجي هنا عند أول كي فريم ننزل تحت، نيجي عند السكيل نخليه هنا، وبرضو نفس الترتيب بالمنظر ده. هنصغرها شوية بالشكل ده، وبعد كده تاخد كوبي الكي فريم وتوديها لقدام. دلوقتي احنا خلصنا اول خطوة، وبعد كده هنشيل اللينك من عند السايز، وطبعا بدايتهم هتبقى من اول ما يصغر، وهنطلع قدام شوية بالشكل ده وهنبدأ نغير مكانه، وليكن ان احنا هنحط مكانه مؤقتا بالشكل ده. بعد كده هنغير السايز بتاعه، ان احنا نغيره نخليه يملى بقية الشاشة بالشكل ده. وبعد ما عدلنا البوزيشن نبدأ نعدل في الباقي. هنيجي هنا عند الصورة ونعمل لها كي فريم عند السكيل بالشكل ده، ونروح لقدام ونكبرها شوية. وطبعا بالمرة نبدأ نظبط البوزيشن بتاعها ونرجع الكي فريم هنا في الأول، نبدأ ننزلها حاجة بسيطة. وبعد كده هنيجي هنا ناخد التكست نفتح برضو البوزيشن نعمله كي فريم ونرجعها الأول هنا ونطلعهم فوق. وطبعا هنغير مكان كل واحدة فيهم، وطبعا نتأكد من السكيل بتاعهم نفس الكلام. الاتنين دول هيبقوا في النص، وبعد كده ممكن نقرب شوية ننزلها كده تحت بالمنظر ده. وبعد كده هنعلي السكيل بتاعت كل واحدة فيهم. وبعد كده آخر حاجة معانا اللي هو الزرار بتاعهم هيبقى نفس الكلام. هتفتح البوزيشن والسكيل تعمل عليهم كي فريم وترجعهم لورا، وطبعا هتغير مكانها وتعلي السكيل بتاعها. وطبعا انت هتعلم على كل دول تدوس على F9 عشان تعمل لهم ايز وتخش على الجراف اديتور وترجعها لورا بالمنظر ده. تأكد ان كله رجع لورا، وطبعا دي هتبقى النتيجة بتاعته. ونرجع تاني للكورسور، ان انت دلوقتي بعد ما يتحرك بشوية ممكن تدوس كنترول شيفت دي تفتح الكي فريم وهتشيل بوزيشن. وبعد كده هنيجي طبعا نشيل السلكت من عليها وتيجي عند البين تول وتعمل لك طريق هتمشي فيه تاني. طبعا بدايته هتبقى من هنا، بعد كده هنبدأ نعمل الطريق اللي هتمشي فيه.
وليكن ده الطريق بتاعها. طبعا نشيل الفيل، وطبعا علشان نظبط الطريقة لازم نخش هنا عند الكونتنت والشيب والباس، نعلم عليها وناخدها كوبي، كنترول سي. بعد كده هتيجي هنا وهتيجي عند البوزيشن، تعلم على البوزيشن بالظبط كده وتدوس بيست، كنترول في. هتلاقي هنا عمل لك الكي فريم كلها. تلاقي دلوقتي اول ما تشوف اول ما يشتغل بدأ يمشي في المسار بتاعها. وبعد كده انت طبعا مش محتاج خلاص الشيب اللي فاتت اللي عملناها، وهنيجي هنا نعلم على الكي فريم الاولانية والاخرانية وتدوس شيفت وتدوس F9 وبس كده. ده اللي احنا عايزينه. وطبعا انت ممكن تعلم عليهم كلهم وتدوس الت وتقربهم من بعض شوية بحيث ان هي تمشي بسرعة. وطبعا ممكن تعمل هنا كيفرم زيادة للسكيل بحيث ان هي تبدأ تكبر شوية بالشكل ده. وبس كده يعتبر كده خلصنا البروجكت اللي كان موجود هنا. وطبعا نخش على الخطوة اللي بعدها واللي هو ازاي نحط البروجكت جوه التليفون بالشكل ده. ونبدأ نعمل نيو كومبوزيشن. وطبعا الريزولوشن اللي انا كنت عامله 1080 في 1080. وطبعا نتأكد ان احنا نخليه 60 فريم وتدوس اوكي. طبعا انا عملت امبورت للصورة بتاعة الايفون. هنجيب السكيل ونبدأ نصغرها شوية بالشكل ده. وطبعا هتلاقي هنا ان المكان ورا فاضي، واحنا طبعا هنيجي هنا عند الريكتانجل نبدأ نعمل شيب بالمنظر ده وهنعلم عليها ونفتح السايز. هنشيل اللينك وتبدأ تظبط الفريم بتاعها على فريم الصورة بالشكل ده. وبعد كده هتيجي عند الراوندنس وهتعلم انها بالشكل ده، بحيث دلوقتي لما نيجي نخلي الفيل مثلا لونه ابيض بالشكل ده تكون فوق الشاشة بالظبط. طبعا احنا هنرجعها لورا ودلوقتي يعتبر حلينا مشكلة الفراغ. طبعا هنيجي هنا عند النيو نعمل سوليد، هننزلها تحت وهنحط هنا افكت اسمه gradient ramp. طبعا هنعمل سواب للكالر وهنغير اللون اللي تحت بدل ما يبقى اسود نخليه مثلا رمادي شوية وتدوس اوكي. وطبعا لما نيجي نسحب الكومبوزيشن اللي احنا عملناه نبدأ نصغره، هتواجهنا مشكلة ان هو لو احنا جينا كبرها على مقاس التليفون بالمنظر ده مش هنلاقيه كامل. وده طبعا انا ما كنتش عامل حسابه، وهي اصلا حلها بسيط ان انت هتخش على الكومبوزيشن وهتبدأ تكبر من طول والعرض بتاعه. وطبعا عشان وقت الفيديو انا هختار طبعا الكومبوزيشن القديم اللي انا كنت عامله، وهنفتح هنا السايز وهنصغرها بالشكل ده. وبعد كده هنبدأ نعمل ماسك على الشيب اللي احنا كنا عاملينه. تيجي هنا عند التراك ميت وتسحب كده من المنظر ده وتنزلها عند الشيب. وبعد كده انت ممكن تظهر الشيب تاني مفيش مشاكل عشان بس يملى لك الفراغات. وفاضل طبعا اخر خطوة ان احنا نجيب الكومبوزيشن والشيب ونعمل لهم لينك مع صورة الايفون. وبعد كده نخش على الخطوة اللي بعدها. هنيجي هنا ندوس على نيو ونختار كاميرا وتدوس اوكي. طبعا الرسالة دي ظاهرة معناها ان انا لازم طبعا اخلي فيه على الاقل لاير واحد 3D، بس احنا طبعا هنخليهم كلهم 3D ما عدا الباك جراوند بالشكل ده. وبعد كده هندوس كليك يمين ونرجع تاني للنيو ونختار نول اوبجكت، هتخليه طبعا 3D وهتربط الكاميرا بالنول اوبجكت. وطبعا ممكن نسميها موفمنت واحد. ومن هنا يبدأ الشغل. هنيجي هنا هنفتح الترانسفورم كله وهنبدأ نعمل كي فريم عند البوزيشن ونرجع ورا خالص بالشكل ده. وبعد كده هنبدأ نقرب الكاميرا عليها قوي بحيث لما نيجي نبدأ بالشكل ده وأول ما يتحرك اللوجو تتحرك الكاميرا لورا. طيب احنا ممكن نبعدها شوية بالمنظر ده، نعلم عليهم نعمل ايزي ايز ونخش على جراف اديتور ونرجعها لورا. وطبعا مثلا احنا ممكن نعمل لنا حركتين تانيين بالموفمنت قبل ما نخلص الفيديو. نعمل دوبليكيت نشيل الكي فريم وبعد كده هنربط الموفمنت الأولانية بالتانية بالشكل ده. بعد كده هنعمل كي فريم تانية وهندوس شيفت ار عشان نفتح الاورينتيشن، نعمل لها برضو كي فريم ونطلع لقدام ونبدأ بقى نغير الزاوية والبوزيشن بتاعها. نيجي مثلا نقرب بالشكل ده نطلع شوية ونغير من الاورينتيشن بتاع حاجة بسيطة. طبعا نفس الكلام تعمل ايزي ايز وتخش على جراف اديتور وترجعها لورا. طبعا لما نيجي نشغلها هتلاقي هنا ان الكاميرا حركتها موقفتش خالص. وطبعا اخر مرة نعمل دوبليكيت نفس الكلام، هنشيل الكي فريم وهنعمل كي فريم على بوزيشن اورينتيشن تاني ونطلع لقدام شوية ونخليها مثلا الناحية التانية
طبعا ما ننساش ان احنا نعمل لينك من موفمنت 2 ب3، وبس كده اخر مرة لينك، وبعد كده نرجع كل حاجة زي ما كانت. وبس كده خلصنا البروجكت كله، ونشوفكم مع النتيجة النهائية ليه. وبما انك وصلت لنهاية الفيديو، اعتقد ان الصورة وضحت معاك، ووضحت معاك برضو الافكار اللي انا قلتها. ويلا اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.